قصة الأم ماجي خزام مع المعجزة الإلهية باسم يسوع المسيح ليكون عندها طفلة وتسميها كريستينا. اسمعوا. إنه المعنى أي إله بتعبده ماجي خزام؟ هل هو الخالق؟ لو الخالق ليه ما أعطاها غير ولد واحد؟ فطلعت قلت له عيروني بعدلك وأنا رضيت بالحرف. عن جد هيدي الفيديو يعني هي عم تحكي من كل قلبها وإيمانها، ولحتى بتدمع عيونها، وكل واحد بيتفرج على هالفيديو كمان أنت بتدمع عيونك، بتحس أنه عن جد أنت اليوم كشخص مسيحي بتآمن بالرب يسوع المسيح وبمعجزاته وبألوهيته وبالكتاب المقدس وبكلام الرب وكلام الله الكتاب المقدس. نحن كمؤمنين نشكر ربنا ليل ونهار على كل معجزة، على كل كلمة حكاها أو خطاها على هيدا الأرض. اسمعوا. إذا ربنا راد بيكون عندي كريستيان وكريستينا، أولادي كريستيان وكريستينا هن أتباع المسيح وأبناء المسيح. بنفس الشهر اللي تعيرت فيه، بنفس الشهر اللي حتى ما صليت ولا طالبت ولا قلت له شيء، أعطاني ليقول لكل اللي عيروني الأم ماجي خزام إنه هو هي عمرها الإله الخالق 43 سنة، الحقيقي. وأكيد يعني قليل كتير ناس بعد تجيب أولاد بهاي الطريقة أو بهيدا العمر، بس الرب يسوع المسيح دائما بيكون هو مستجاب بأي صلاة أو بأي كلمة حدا بيحكيها. بيسيء بالرب يسوع المسيح. هيدا جواب ورد لكل شخص، جواب ورد لكل شخص عنده شكوك بالرب يسوع المسيح. نحن اليوم كمسيحيين منآمن بالرب يسوع المسيح ومعجزاته، لأنه منعرف هو طريق الحق والحياة، ومنفتخر ومنعتز بصليبنا المقدس يلي انصلب عليها كرمال خطايانا، كرمالنا، كرمال نحن يشيلنا من هالخطيئة وما نواجه الهلاك، نواجه الخلاص ويعطينا الحياة الأبدية. لا خلاص إلا بربنا وإلهنا يسوع المسيح. قصة الأم ماجي خزام هيدي فرصة بحياتك لحتى أنت ترجع للرب يسوع المسيح ملك المعجزات ورب الأرباب. بحبكن كتير باسم الآب والابن روح القدس إله واحد آمين. بحبكن.